ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عجينة القطايف لما بتتعمل في البيت بيبقى ليها طعم تاني خالص غير اللي احنا بنشتريه من بره. لو جربتوا العجينة دي في البيت مستحيل ان انتوا تشتروها من بره تاني ابدا. طعمها احلى وطعمها مختلف وطعمها جميل جدا، واحلى وانضف واوفر وكل حاجة فيها حلو. يلا نشوف هنعملها زي مع بعض، بس بفكركم لو بتشوفوني على اليوتيوب ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا سبسكرايب للقناة، ولو بتشوفوني على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة. ويلا نشوف هنبتدي الفيديو زي مع بعض. كوبايتين من الدقيق الابيض، وممكن ان انا اضيف نص كوبايه من الدقيق السميد، بس انا هنا ما ضفتش، انا استخدمت الدقيق الابيض بس وكانت النتيجه كويسه جدا. وعندي 3 معالق كبار من السكر، معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، وعندي كمان الخميرة، حوالي باكت خميرة حوالي 10 جرام، وبضيف معلقة شاي مليانة من البيكنج باودر. البيكنج باودر مهمة برضو جدا، يعني معلقة شاي تبقى مليانة، يعني مش معلقة صغيرة. هضيف بقى كمية المية عندي بالتدريج. كوبايتين الدقيق اخدوا حوالي كوبايتين من المية، وده طبعا بيتوقف على نوع الدقيق. ممكن نوع ياخد منك مية اكتر، وممكن نوع ياخد مية اقل، فاحنا عشان كده بنضيف المية بالتدريج. نيجي بقى للعجينة. العجينة بتبقى سايلة شوية، طبعا ما بتبقاش مية خالص بس بتبقى سايلة، يعني ما تبقاش متماسكة. يعني العجينة بتاعت البقلاوة او لقمة القاضي بتبقى اتخن منها شوية، لكن دي بتبقى زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها ترتاح 10 دقايق وما احاولش ازود عن كده علشان خاطر ما تخمرش. طاسة بقى تيفال او جرانيت او ايا كانت ايه، وببتدي اضيف كده زقة زي ما انتوا شايفين، واول ما تستوي او تعمل البابلز دي الفقاعات دي، هبتدي ان انا ارفعها بكل سهولة. ممكن اول واحدة تبوظ منكم عادي جدا، ده علشان الطاسة بتاعتي ما بتبقاش لسه برضو اخدت درجة الحرارة المناسبة. بعد كده بتطلع بكل سهولة، بس لو اول واحدة باظت منكم مفيش اي مشكلة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده لونها حلو جدا. ممكن بقى اعمل اللون الفاتح، اعمل اللون الغامق زي ما انا حابة. طريقة حشواتها كتير جدا ومختلفة، ان شاء الله انزلها لكم في فيديو تاني. الكوبايتين دي عملوا معايا حوالي كيلو الا ربع من القطايف. طعمها حلو قوي، احلى واطعم وانضف واوفر كمان من اللي بنجيبها من بره. لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها وهتبطلوا تشتروها من بره. حاجة مهمة جدا في التسوية، النار تبقى متوسطة علشان ما تتحرقش مني. واول ما بتاخد اللون الذهبي دي ببتدي ان انا اطلعها على طول، يعني ما سيبهاش ان هي تتحرق، لا، والنار تبقى متوسطة. اما بالنسبة للشربات لو احنا عايزينها طرية يبقى هي والشربات سخنين، لو احنا عايزينها تبقى مقرمشة الاتنين هيبقوا باردين، لو عايزينها متوسطة هيبقى حاجة منهم باردة وحاجة منهم سخنة. يا رب الفيديو يكون فاتكم وعجبكم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير عشان يوصل لأكبر قدر من الناس ويشوفوه ويستفادوا بيه، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد.